حبايبي، أنا اسمي ناهيد وعمري الحين 47 سنة. مرت علي سنين عجاف بعد ما طليقي تركني قبل 3 سنين وتزوج واحدة صغيرة بعمر بناتي. كانت صدمة هزت كياني وكسرت شيء كبير داخلي، خصوصاً إني كنت شايلة بيته وعياله فوق راسي طول عمري. ربيت بنتي الوحيدة نوف اللي صارت الحين 19 سنة وتدرس في كلية الطب. كانت هي كل دنيتي وعزوتي بعد ما أبوها تخلى عنا وراح يدور نزواته. السنين اللي هاحت بعد الطلاق كانت تقيلة على قلبي. كنت أصحى كل صبح وأنا أحس بفراغ يقتل البيت اللي كان مليان حياة، وصجة صار هادي، وكان جدرانة تشتكي من الوحدة. نوف مشغولة بدراستها وصديقاتها ومستقبلها، وأنا جالسة بين 4 جدران أحاول ألقالي شغلة تلهيني عن التفكير. دخلت نادي، تعلمت طبخات جديدة، حاولت أشغل وقتي بأي شيء، بس الفراغ العاطفي كان أكبر من أي نشاط. كنت أحس إني انطفيت وما عاد فيني أروح للحياة. أهلي وأخواتي ما قصروا، كانوا يحاولون يوقفون جنبي. أختي الكبيرة كانت تجيني كل خميس تتقهوى عندي وتوسع صدري، بس كنت المحيونها، وعيون اللي حولنا نظرات شفقة تذبحني، يطالعوني وكأني مسكينة مكسورة الجناح. وأنا طبعي عزيزة، نفس ما أحب أحد يعطف علي أو يشوفني ضعيفة. كنت أبي أحد يفهمني ويحس فيني كإنسانة، مو كحالة اجتماعية مطلقة. كنت أبي أكون موجودة ولي كيان. نوف بنتي كانت دفورة وشاطرة بدراستها، بس مواد الطب صعبة وتحتاج تركيز، وقررت أجيب لها مدرس خصوصي يساعدها في بعض المواد المعقدة. وهنا دخل حياتنا الأستاذ فاروق، شاب سوداني قمة في الأخلاق والأدب، عمره 29 سنة، دكتور تو متخرج ويشتغل عشان يجمع حق التخصص. أول ما دخل بيتنا حسيته زول طيب ومتربي، يسلم راسه بالأرض وصوته هادي ورزين، وما كنت أدري إن هالدخول بيقلب حياتي فوق تحت. اللي لفت نظري في فاروق من أول يوم إنه كان مختلف عن باقي الرجال اللي مروا بحياتي. ما كان يطالعني بنظرة شفقة زي الباقين، ولا نظرة استهتار. كانت عيونه مليانة احترام وتقدير. كان يكلمني وكأني ملكة، يقول لي يا خالة ناهيد بنبرة فيها ود حنية غريبة. هالشي كان يلمس وتري الحساس، لأني كنت فاقدة هالنوع من التعامل الراقي. صار يجينا البيت 3 أيام بالأسبوع يدرس نوف، وكنت أنا بحكم كرمنا وعاداتنا ما أخليه يمشي إلا وأنا مسوي لها الشاهي والقهوة، وأحياناً العشاء إذا تأخر الوقت. لاحظت إن فاروق في حنية الدنيا، دايم يسألني كيف صحتك يا خالة، عساك طيبة، ناقصك شي. وهالكلمات البسيطة كانت تروي عطش قلبي للاهتمام. في البداية كنت أعتبره مثل ولدي وعامله على هالأساس، بس مع الوقت صرت أنتظر الأيام اللي يجي فيها صرت أتكشخ وألبس وأهتم بشكلي أكثر. بدون ما أحس كنت أقول لنفسي عادي، كل الحريم يحبون الزين. بس الحقيقة كانت غير. في يوم من الأيام نوف كان عندها اختبار صعب ومهم، وفاروق جلس يدرسها لين وقت متأخر الساعة. صارت حول 11 بالليل، والجو برا كان مطر وهواء قوي. قلت له يا ولدي يا فاروق، الوقت تأخر والجو برا ما يطمن، شرايك تريح عندنا الليلة بمجلس الرجال؟ المجلس معزول وما فيه إلا العافية في البداية. رفض من باب الحياة والأدب السوداني المعروف، بس أنا أصريت عليه وحلفت إنه ما يطلع بهالجو. وافق وقال الله يكرمك يا خالو ناهيد، كلك ذوق نوف. راحت نامت لأنا وراها قوم بدري، وأنا رحت أجهز له المجلس. جبت المفارش نظيفة وبخرت المكان وحطيت له موية، وجالسة أرتب له الوضع. يوم خلصت والتفت لقيته واقف عند باب المجلس يطالعني بنظرة غريبة، نظرة فيها كلام كثير ما ينقال. حسيت بقلبي يدق بسرعة وكأنه طبل. قال لي بصوت الهادي ليش تعبتي نفسك يا خالة؟ أنا أي مكان يكفيني. رديت عليه وأنا أحاول أكون طبيعية، لا يا ولدي أنت حسب أخو النوف ومقامك عالي. بس يوم قلت يا ولدي حسيت الكلمة ثقيلة ومو طالعة من قلبي بصدق، لأني في ديك اللحظة ما كنت أشوفه ولد، كنت أشوفه رجال، إنسان محترم مالي عليه المكان.
هالفكرة خلتني أرتجف من الخوف، ورحت غرفتي وأنا ألوم نفسي. ضليت سهرانة للفجر أفكر كيف سمحت لنفسي أفكر كذا، بس الشيطان شاطر والنفس أمارة بالسوء. ومن بعد ديك الليلة صار فاروق يتجرأ أكثر بالأسئلة عني وعن يومي، يسألني تغديتي؟ سويتي قهوتك؟ وأنا كنت أذوب مع كل سؤال، لأنه يحسسني إني مهمة وأن في أحد بالدنيا شايل همي غيري، وبديت أتعلق فيه بشكل يخوف. صار بيننا أحاديث جانبية كثيرة لما نوف تكون مشغولة أو تروح تذاكر بغرفتها. حكالي عن حياته وغربته وكيف إنه كان خاطب بنت عمه في السودان، بس تركته عشان ظروف المادية وطول الغربة، وقال لي إنه يحس بوحدة قاتلة وإنه مو قادر يلقى شريكة تفهم طموحه وعقله. كلامه خلاني أحس بقرب شديد منه، حسيت إن وجعنا واحد الوحدة تنهش فينا إحنا الاثنين. وفي لحظة ضعف مني حكيت له عن طلاقي، وكيف طلاقي كسرني وتزوج علي، وكيف إني عايشة عشان بنتي وبس، ونسيت نفسي كأنثى وأنا أتكلم. نزلت دمعتي غصب عني، ما دريت إلا وفاروق قرب مني وبحركة عفوية مسك يدي وقال: يا خالة ناهيد، انتي ست الستات وجوهرة، ما عرف طلاقة قيمتها، وأي رجال في الدنيا يتمنى ظفرك. لمسة يده كانت مثل الكهرباء اللي صارت بجسمي كله. سحبت يدي بسرعة وأنا مرتكبة الوضع. صار متوتر بيننا، في مشاعر مكبوتة ونظرات سارقة. وفي يوم نوف اتصلت علي وقالت: يما أنا بتأخر اليوم عند صديقتي، بذاكر عندها وبنام هناك عشان الاختبار. قلت لها طيب. وجاء موعد درس فاروق، فتحت للباب وقلت له: يا دكتور فاروق، نوف اعتذرت اليوم بتنام عند صديقتها، توقعته يمشى، بس قال لي: طيب يا خالة، ممكن أدخل أشرب قهوة معك؟ بصراحة أنا ضايق صدري ومحتاج أتكلم كلم مع زول واعي مثلك. ما قدرت أرده، دخلته وسويت القهوة وجلسنا. الجو كان هادي والبيت فاضي، وبدأ يتكلم عن أمه الله يرحمها، وكيف إنه فاقد حنانها، وإنه يشوف فيني شيء من طيبتها واحتوائها. وقال لي جملة هزتني: أنا يا خالة برتاح معك راحة ما لقيتها مع أي أحد. حسيت قلبي بيطلع من مكانه، كان يتكلم بصدق يوجع القلب. تطورت السواليف وصار الجو أكثر حميمية بالكلام، وبدأ يلمح تلميحات خلت وجهي يشب نار. قال لي: العمر يا خالة مجرد رقم، والأرواح جنود مجندة، وأنا روحي تألفت مع روحك. حاولت أصده وأذكر بفرق العمر، وباني بعمر أمه، وإنه دكتور، وبنتي طالبته، بس هو كان مصر. نظراته كانت تفصني من خوفي وترددي. قال لي: أنا ما أشوف قدامي إلا ناهيد الأنثى الجميلة، ما أشوف عمر ولا أشوف فروقات. وفي لحظة صمت طويلة تقابلت عيوننا، وفجأة كسر حاجز الصمت وقال: أنا بحبك يا ناهيد، بحبك حب رجال الامرأة، مو حب ولد. الكلمة نزلت علي مثل الصاعقة، جمدت مكاني، ما عرفت أنطق ولا حرف. كانت أول مرة أسمع كلمة أحبك بصدق من سنين طويلة. حسيت بشعور متناقض بين الفرح الطايرة والخوف المميت من بعد هذا الاعتراف. تدهورت مقاومتي، صرنا نسرق اللحظات عشان نتكلم، ورسائل الواتساب ما توقف، كلام حب وغزل وشوق. كنت عايشة مراهقة متأخرة، أنتظر رسالته على أحر من الجمر. ونوفيا غافلين لكم الله. كانت تشوفني ماسكة الجوال وتضحك تقول: يمه صايرة مدمنة سوشيال ميديا. وأنا أتصنع الضحك وقلبي يتقطع من تانيب الضمير. كيف أطالع بوجه بنتي وأنا قاعدة أحب مدرسها؟ كيف لو عرفت بتطيح من عينها أمها وتنهدم صورتي؟ بس قلبي كان أقوى من عقلي في ديك الفترة. كنت محتاجة هالحب، محتاجة أحس إني مرغوبة ولي قيمة. وفاروق كان يعرف كيف يدخل لقلبي من أوسع أبوابه بكلامه المعسول واحترامه الممزوج بالحب. خلاني أنسى كل الفروقات والحواجز. في يوم كنت بالمطبخ أحاول أجيب غرض من الرف العالي، ركبت على السلم الصغير واختل توازني، صرحت وما حسيت إلا ويدين قوية تتلقاني قبل ما أطيح على الأرض. كان فاروق، كان جاي بدري وشافني طحت بحضنه
وتمسكت فيه بخوف. كانت وجيهنا قريبة من بعض لدرجة إني أسمع أنفاسه. للحظة الزمن وقف، ما تحركنا. عيونه كانت تلمع برغبة وشوق، وما قدرت أقاوم ضعفت، واستسلمت للحظة. وحسينا بمشاعر جارفة خلتنا ننسى الصح والغلط. نسينا إني ناهيد الأم وهو فاروق المدرس. كنا بس روحين تايهين لقوا بعض. بس بسرعة استوعبت الموقف وبعدته عني، وأنا أستجف وقلت له: اطلع برا يا فاروق، أرجوك اطلع. ومزر راسه وقال: آسف، والله ما كان قصدي. أستغل الموقف بس خفت عليك. بعد هالموقف قعدت أيام وأنا في حاله، صراع داخلي. وفاروق ما ياس، صار يرسل ويحاول يقابلني. وفي يوم وافقت إني أجلس مع جلسة مصارحة عشان ننهي الموضوع. جاء وجاب مع أبوكي ورد أحمر يهبل، وقال لي: هذا مقامك يا ناهيد. جلسنا وتكلمنا بكل صراحة. قلت له: يا ابن الناس، هذا الطريق مسدود، نهايته فضيحة ودمار. انت لك مستقبل وبنت الحلال اللي تناسب سنك، وأنا لي سمعتي وسمع بنتي. حاول يقنعني إن نتزوج بالسر أو نسافر، بس رفضت بشدة. قلت له: أنا ما أقدر أعيش بظل ولا أقدر أخدع بنتي. الحب اللي ينبني على خوف وكذب ما يدوم. شفت الدموع تلمع بعيونه وقال: يعني خلاص بتبيعين الحب عشان كلام الناس؟ قلت له: أبيع الدنيا كلها ولا تنكسر عين بنتي. فيني القرار كان يذبح، بس كان لازم آخذه. فاروق انصدم من إصراري وحاول يثنيني عن قراري بكل الطرق، بس كنت حاسمه هالمرة. العقل لازم يغلب العاطفة. قلت له: إذا فعلا تحبني يا فاروق، ابعد عني وعن بنتي، وخلنا ذكرى حلوة مرت بحياتك. قام وهو يجر أذيال الخيبة وقال لي جملة ما أنساها: راح أبعد يا ناهيد، بس تذكر إنك ضيعتي أصدق قلب حبك. وطلع من البيت وترك وراه ريحة عطرة وبقايا قلبي المحطم. قفلت الباب وراي وانهت بكي. بكيت على حظي وعلى الحب المستحيل وعلى فاروق اللي كان النور في عتمة أيامي. بس كنت عارفة إن هذا هو الصح، وأن الله ما يرضى بالغلط ولا بخيانة الثقة، خصوصاً ثقة بنتي اللي ما اعتبرتها أخو ومثلي الأعلى. مرت الأيام ثقيلة وكئيبة، ونوف لاحظت غيابه وسالتني يمه: وين دكتور فاروق؟ ما عاد جا ولا يرد علي. قلت لها وأنا أغص بالكلمة: سافر يا بنتي، جاه عقد عمل في ألمانيا وسافر يكمل دراسته. نوف زعلت وقالت: خسارة، كان شرح ممتاز وكان نعمة الأخ. كل كلمة مدح كانت تقولها عنه كانت مثل السكين في صدري. حسيت بالذنب إني كذبت عليها وإني حرمتها من مدرس شاطر بسبب نزوه مشاعري، بس كنت أواسي نفسي إني حميتها من صدمة أكبر لو عرفت الحقيقة. الأيام بدأت تمشي ورجعت لروتيني الممل، بس هالمرة كان في شيء مختلف. حزينة بس قوية. حسيت إني انتصرت على نفسي الأمارة بالسوء، وحافظت على كرامتي وكرامة بيتي. فاروق وفى ببعده، وبعد أسبوعين أرسل لي رسالة وداع طويلة كتب فيها كل اللي بخاطره، وداع يليق بحبنا اللي ما اكتمل. قال إنه بيسافر فعلاً، وإنه ما راح ينساني طول عمره، وإني كنت له آلام والحبيبة والصديقة. قريت الرسالة ومسحتها عشان ما يبقى أي أثر، وادعيت له من كل قلبي بالتوفيق، وتمنيت له حياة سعيدة مع وحدة تقدره وتناسبه. عرفت إن الحب مو دايم، هو الامتلاك. أحياناً قمة الحب إنك تترك اللي تحبه عشان مصلحته ومصلحتك، وعشان ما تخسر أشياء أغلى مثل راحة الضمير ورضا الرب وعلاقتك بأقرب الناس لك. بعد فترة جبت النوف مدرسة خصوصية حرمة كبيرة ومحترمة، ورجعت الحياة لمجاريها. نوف تخرجت من السنة التحضيرية بمعدل عالي ودخلت التخصص اللي تبيه، وأنا رجعت لحياتي الهادية، بس صرت أشوف الدنيا بنظرة غير. تعلمت إن العمر ما يوقف عند رقم معين، وأن القلب يظل ينبض ويحس مهما كبرنا. بس الأهم كيف ندير هالمشاعر ونوجهها صح. التجربة هذه قوتني وخلتني أعرف قيمة نفسي أكثر، وعرفت إنه السعادة مو شرط تكون برجل،
السعادة الحقيقية هي الرضا عن النفس والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب. وهذه قصتي يا جماعة، حكيتها لكم بكل تجرد وصدق عشان أقول لكل واحدة تمر بظروفي أو تحس بفراغ عاطفي: انتبهي لنفسك ولا تنجرفين ورا مشاعرك العمياء. ألف حلو، بس الكرامة وراحة البال أحلى، ومو كل فرصة تجينا لازم نقتنصها. أحياناً الترك فيه غنيمة، وأحياناً الهروب هو قمة الشجاعة. أنا اليوم ناهيد اللي عاشت تجربة حب ممنوع وطلعت منها بدرس عمرها ما تنساه. عشت لحظات ضعف ولحظات قوة، وفي النهاية اخترت الصح. وأتمنى إنه ربي يغفر لي دلتي ويعوضني خير ويعوض فاروق بكل خير في غربته وحياته الجديدة. وسامحوني لو طولت.